فيلم هندي مستوحى من قصة واقعية تحكي عن شاب هندي يدعى محمد نجيب. دفع نجيب مبلغا كبيرا للحصول على تأشيرة للسفر إلى السعودية للعمل في شركة كعامل، وعند وصوله إلى المطار يوهمه شيخ سعودي بأنه كفيله ويجبره على العمل كراعي أغنام في الصحراء دون راتب أو علاج أو استحمام أو طعام سوى الخبز والماء، وذلك لمدة 4 سنوات من الاستعباد الكامل. بعد هذه السنوات الطويلة يتمكن نجيب من الهرب مع صديق له وشخص أفريقي في رحلة طويلة عبر صحراء لا نهاية لها للوصول إلى المدينة. ولكن عند وصولهم تلقي الشرطة القبض على نجيب لأنه لا يملك جواز سفر أو أوراق تثبت هويته، حيث احتفظ الكفيل بجميع وثائقه. يتم عرض نجيب على الكفلاء الذين هرب منهم العمال ليظهر الشيخ السعودي الذي استعبده ويقول له نصا: لو كنت أنا كفيلك لأرجعتك إلى الصحراء مرة أخرى. قضى نجيب فترة قصيرة في السجن.